عايزه تعرفي طريقه فتفت والشرقاوي؟ تابعوا معايا فيديو النهارده لاني مش هبخل عليكم ولا معلومه. يلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله ونشوف عاملين ايه مع بعض النهارده. اول حاجه كده مبدئيا معانا الكبده اللي احنا شاريينها النهارده ديت كبده قايلين للجزار قطعها لنا شرايح رفيعه يعني بانيه. طب يا نشوى انا النهارده اشتريت الكبده وما قطعتهاش، اعمل ايه عشان اقطعها بالطريقه دي؟ هتسيبيها في الفريزر لحد لما تجمد معاكي وتقطعيها شرايح رفيعه. هتبتدي في الوقت دوت ان انت تحضري تتبيله بسيطه جدا من شويه بهارات، منهم الكزبره والفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من القرفه، وكمان معلقه صغيره من السبع بهارات. هتضيفي مكون حلو قوي وهو معلقه من المرقه الفوريه، هتديكي طعم حلو جدا وهتفرق معاكي كمان في الطعم. زودي الملح وكمان هتزودي ليمون كتير. طب كميه الكبده اللي معانا النهارده دي نص كيلو، يعني كل التوابل والمقادير اللي انت هتشوفيها معايا ديت لنص كيلو بس من الكبده. هتضيفي في الوقت دوت كمان قولوا مثلا 5 فصوص توم مهروسين ومعلقه كبيره من هريسه الشطه. ما عندكيش هريسه شطه ممكن تجيبي واحدتين كده من الفلفل وتروحي ضرباهم وتضيفيهم عشان بتدي كمان طعم حلو. هتجيبي كميه الكبده كلها. وبالمناسبه هنا انا ما قلتلكمش ان الكبده انواع، عندك كبده جملي، كبده بقري، عندك كبده مثلجه او اللي هي المجمده، وعندك كبده الطازه اللي هي الفريش. اللي معانا النهارده دي كبده فريش. علشان بقى تاكلي كبده طعمها حلو ضيفي نص كوبايه من الحليب. اولا هتقلل الحموضه اللي بتسببها الكبده لان احنا طبعا هنقليها، وكمان بتضيف جدا جدا في الطعم. لكل نص كيلو كبده نص كوبايه من الحليب. هتسيبيها شويه كده في التتبيله بتاعتها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. هتجيبي رغيف عيش من الرغيف الابيض الشامي الحلو ده وتروحي مقطعاه بالشكل ده، وعليه نص كوبايه من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، وتسيبي العيش دوت لحد لما يدبل معاكي. اول لما يدبل هتصفيه كويس جدا من الميه وتتاكدي ان هو فقد كل السوائل اللي فيه. وفي الكبه الحلوه بتاعتك هتضيفي معلقه كبيره من الخل وكمون وفلفل اسود، كمان هتضيفي رشه بسيطه من الملح ونص كوبايه بس من الميه وما تزوديش ميه. طيب ضفت عليهم ايه كمان؟ ضفت عليهم معلقتين كبار من الطحينه اللي احنا محضرينها مع بعض في البيت. ايه يا نشوى اللي انت بتعمليه ده؟ بعمل لكم بقى يا ستي الطحينه اللي انت بتاكليها في المحلات اللي بره، محلات بقى المشاوي وفتفت والشرقاوي بيعملوا الطحينه بالشكل ده وبالطريقه دي. ما اكدبش عليكم هي طعمها فوق الرائع. هتضربيها بقى ضربتين وهتاكلي احلى طحينه بكميه كبيره من معلقتين طحينه بس. نروح نكمل وصفتنا. طبق كبير عندك وهتضيفي معلقتين كبار من الفيجيتار اللي احنا بنشتريه من عند العطار السايب او من السبايسي، يعني في بدل الفيجيتار نوع تاني اسمه سبايسي، وعليهم معلقتين كبار من النشا. هتضيفي عليهم كمان الرده ديت موجوده برضو عند العطار، بس انا ما اعرفش بقى في الدول العربيه الرده هنا اسمها ايه. لو عارفين انزلوا حالا اكتبوا في التعليقات. وفي الوقت ده بتروحي بقى جايبه كميه الكبده كلها بعد ما بتصفيها طبعا من الحليب اللي احنا ضفناه عليها، وهاتك بقى يمين وشمال وشمال ويمين لحد لما تغلفي كل واحده وتبقى معاكي بالشكل ده. انا هنا في الخطوه دي مش عايزاكي تزهقي، عايزاكي تقعدي تغلفيها كتير. في الوقت ده كمان بتحضري حله حلوه كده وفيها زيت يكون ساخن جدا جدا. تنزلي بالكبده يا دوبك تقليبه والتانيه وترفعي على طول. خلي بالك كل ما هتسيبيها في الزيت كل ما هتشد معاكي، فانا مش عايزاكي تسيبيها كتير. هي يا دوبك بتاخد لون حلو كده تروحي رفعها على طول وما تضيفيهاش على مناديل مطبخ. انا عايزاكي ترفعيها على الشبكه الحلوه اللي احنا شفناها مع بعض دي. وفي الوقت ده انت مش هتقولي غير كلمه واحده بس: تسلم ايدك يا نشوتي لما تدوقي طعم الكبده وتتبيلتها والقرمشه. والله الله مع بقى سلطه الطحينه الحلوه اللي احنا عملناها دي ورغيف عيش، وعايزين كمان شويه جرجير معاهم وطبق بطاطس محمره. الله يا جماله. انا عايزاكم كلكم تجربوا الكبده اللي انا عملتها النهارده، وكمان تقولوا لي طلعت معاكم ايه والنتيجه كانت عامله ازاي. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.